الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنستضيف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله الأخ الفاضل الشيخ أبا عبد الكريم أيمن الشريدة، وذلك ليحدثنا في موضوع شرح حديث جبريل الطويل، فليتفضل مأجورا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الحديث هو من أعظم الأحاديث التي شملت جل أحكام هذا الدين، شملت جل أحكام هذا الدين العظيم، وقد شرحه جماعة من أهل العلم. فيما أعلم شرحه الشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح مفردا يسمى شرح حديث جبريل، أو بالإيمان الأوسط، له الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. ومن أفرده الشرح من المعاصرين الشيخ العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. والحديث فعلا حديث طويل وفيه فوائد كثيرة جدا، ويعني يصلح أن تصنف فيه التصانيف. وقد داب كثير من أهل العلم على إفراد بعض الأحاديث بالتصنيف كابن رجب والسيوطي وغيرهم من أهل العلم. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة. من أشهر الأحاديث التي رواها من أشهر الصحابة عمر بن الخطاب، وحديثه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى مطولا، ورواه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه في البخاري أيضا مطولا، وفيه شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ والتقديم والتأخير. ونص هذا الحديث يرويه تابعي يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفي هذا حرص التابعين على الأخذ عن أهل العلم، خاصة في المسائل الكبيرة، ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني صاروا على جانبي عبد الله بن عمر، أحدهما كما قال في الحديث فقمت أنا عن يمينه، أو قام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقلت أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يحرصون على التعلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون يعني يتتبعون ويطلبون العلم، وفي رواية يتفقرون يعني يطلبون خفي العلم ودقيقه. قال: وذكر من شأنهم يعني يرفع من قدرهم. قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. والمراد هنا بقولهم أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني ينفون علم الله عز وجل عن الأمور السابقة، وأن الله عز وجل لا يعلم بالأمور التي تقع من العباد أو من المخلوقات إلا بعد وقوعها. هذا قول القدرية الأوائل الغلاة، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم، ينفون علم الله عز وجل السابق، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فقال عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة الخبيثة، فقال: فإذا لقيت هؤلاء يعني المبتدعة القدرية فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال:
حدثني أبي عمر بن الخطاب، وفيه تحديث الصحابي رضي الله تعالى عنه عن أبيه وحرصه على الأخذ والاستفادة من أبيه، وأبوه كان من علماء الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إفادة الوالد لابنه وحرصه على أبنائه وتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. وفي هذه أيضا نكتة لطيفة، لما قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرصهم على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته والحرص عن الأخذ عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا وصف لرجل لا يعرفونه ولا يعرفه أحد، يعني رجل لا يرى عليه أثر السفر من الإغبرار والشعث في الشعر، ملابسه شديدة البياض نظيفة كأنه للتو خرج من منزله، وشعره أيضا شديد السواد كأنه الآن اغتسل ودخل عليهم. وفي المقابل لا أحد يعرفه ولا أحد ساكن عنده في بيته، ودخل عليهم لا أحد يعرف هذا الرجل من أين أتى. قالوا لا يعرف منا أحد، وهذا فيه أنهم كانوا شديدي الترابط فيما بينهم وهم حريصين على التعارف فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي هذا الرجل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حرص الطالب الذي يريد أن يتعلم على الاقتراب من العالم والجلوس بين يديه. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. هذا الرجل قال: يا محمد. قال بعضهم يعني فيه يعني جواز مناداة الرجل باسمه، وبعضهم قال أراد جبريل عليه السلام كما سيأتي في آخر الحديث أنه جبريل أراد أن يعلم الناس أو يوري عن الناس أنه رجل أعرابي من الأعراب، ومن عادة الأعراب أن يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره من الأكابر بهذه الطريقة، ينادون الرجل باسمه. فهو لم يرد أن ينبههم ابتداء أنه ملك من الملائكة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وتشهد يعني تقر وتعترف، الإقرار والاعتراف بالقلب واللسان، والعمل بمضمون هذه الشهادة العظيمة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقيم الصلاة، يعني تأتي بها قويمة مستقيمة، أن يأتي الرجل بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها إلى آخر ذلك. قال: وتؤتي الزكاة. عليكم السلام. قال: وتصوم رمضان. قال بعض العلم فيه جواز إطلاق كلمة رمضان من غير ذكر شهر قبلها، لأن بعض أهل العلم كان لا يرى هذا، ويرى أن إذا أراد الإنسان أن يقول رمضان لابد أن يقول قبلها شهر، لكن في هذا الحديث دليل على جواز إطلاق ذلك. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال بعضهم في قوله إن استطعت إليه سبيلا تخصيص الحج بالاستطاعة، مع أن هذا موجود في كل العبادات، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. كل الأمور مربوطة بالاستطاعة، إن استطاع العبد، كذلك في الصلاة وفي الصيام وغيرها من العبادات. لكن قالوا الحج فيه زيادة لأن فيه مشقة عظيمة من السفر وغيرها وتكلف الأموال، فقيده بالاستطاعة. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الآن يسأل، ومن عادة السائل حين يسأل أنه من العلم أنه لا يعلم، ولذلك هو يسأل، فكيف أنا يقول صدقت كأنه يعلم هذا قبل ذلك. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن
بالله، والإيمان بالله يشمل عدة أمور. الإيمان بأن يعتقد بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى غير ذلك من صفات الربوبية. وكذلك أن يؤمن يعتقد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ولا يشرك به شيئا، وأن يتبرأ من المعبودات غير الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك أيضا يشمل الإيمان بوجوده تبارك وتعالى. قال: وأن تؤمن بالله وملائكته. كذلك الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجودهم، والإيمان بأسمائهم التي سمى الله عز وجل منهم، وبما ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم وأعمالهم في الكتاب والسنة المطهرة. قال: وكتبه. كذلك يؤمن العبد بما سمى الله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكتب التي أنزلت على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ويؤمن بأن هذه الكتب حين أنزلها الله عز وجل كانت فيها هداية ونور لمن آمن بها واتبعها. ويؤمن كذلك بأن هذه الكتب قد حرفت أشياء كثيرة منها كما قص الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. ويؤمن بأنها كلها منسوخة في كتاب الله وهو القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورسله. كذلك الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بمن سمى الله عز وجل منهم، وأن الله تبارك وتعالى أرسلهم لهداية الناس، وأن على الناس في ذلك الوقت اتباعهم. وكذلك الإيمان بهم ولا يفرق بين أحد منهم، كما قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم. وأما اليوم الآخر قال: واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه آخر المطاف بالنسبة للبشر. وبالنسبة للعباد والمخلوقات المراحل 4. الأولى هي مرحلة أن يكون العبد في بطن أو الجنين يكون في بطن أمه، ثم بعد ذلك يخرج إلى الدنيا، ثم بعد ذلك البرزخ، ثم بعد ذلك القيامة وهي اليوم الآخر. قال: واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر يشمل عدة أمور. أولا أن يعتقد العبد أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى قد كتب هذا العلم، وأن الله عز وجل إذا يشاء وقوع هذه الأمور ثم بعد ذلك يخلقها. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. ثم قال هذا الرجل وجبريل عليه السلام: قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة المملوكة، وفي رواية ربها، في رواية بعلها يعني سيدها ومالكها. تلد الأمة ربتها. قال فيه أن ينتشر كثرة الإماء والسرار والبيع والشراء، فربما يعني يشتري العبد أو يبيع أمه أو لا يشعر بسبب كثرة التسري وجماع الإماء، فربما يعني يشتري العبد أمه وهو لا يشعر. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة. الحفاة معروف جمع حافي، والعراة جمع عاري، والعالة الفقراء رعاء الشاء، وفي رواية البهم أو البهم، يتطاولون في البنيان. وهذا فيه يعني أن هذا سيقع، وهو انبساط الدنيا والتنافس عليها. قال: ثم انطلق يعني هذا الرجل. قال عمر: فلبثت مليا يعني وقتا
ثم قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وفي هذا تخصيص فضيلة لعمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه من دون سائر الصحابة بتعليمه هذا وبسؤاله. قال: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وفيه أيضا مشروعية أن الإنسان يقول لما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها دينا، التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أيضا أن الأعمال، أن الدين مراتب، وهذا يدل على تفاضل الأعمال وتفاضل العباد في هذه الأعمال، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وأدلة ذلك كثيرة جدا، كما قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. كذلك أيضا يعني من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن على أهل العلم أن يعني يخالطوا الناس وينبسطوا إليهم ولا ينزوا عنهم، بل يعاشروهم ويخالطونهم ويعلمونهم شؤون دينهم. وفيه أيضا أن الخلطة أفضل من العزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالط أصحابه رضي الله تعالى عنهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى الرجل على دينه فتكون العزلة في حقه أفضل. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، كما ظهر جبريل عليه السلام وتكلم بحضرة الصحابة، والصحابة يسمعونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك من فوائد هذا الحديث حسن أدب المتعلم أمام المعلم، حيث جلس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة الدالة على الأدب والإصغاء والاستعداد. وفيه أيضا حرص المعلم على إجابة السائل بكل ما يسأل، لا سيما أن رأى منه الحرص على العلم والعمل. ومنه كذلك فيه جواز السؤال عما يعلم لأجل تعليم من لا يعلم، لأن جبريل هنا يعلم هذه الأمور، وإنما أراد أن يتعلم الناس. وقد جاء في بعض الروايات: أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وفيه كذلك من فوائد هذا الحديث أن عبادة الله تبارك وتعالى لا تتم إلا بالشهادتين جميعا وما تضمنتهما من العمل، ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. ومنها أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة عند ذكره مع الإيمان، إذا اجتمع دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام تقرئ السلام. هذه أعمال ظاهرة. وإذا اقترن معه الإيمان يكون الإيمان فيما يتعلق بالأعمال الباطنة والاعتقادات، كما في قوله هنا في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإذا ذكر أحدهما مفردا شمل الآخر، كما قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هذه تشمل الإيمان، إذا أفردت دخل الإيمان معهما. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: أن الله مع المؤمنين، وقوله: فتحرير رقبة مؤمنة، يشمل الإسلام والإيمان. هذا عند الإطلاق والإفراد. كذلك أيضا من فوائد الحديث أن علم الساعة مكتوم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فمن ادعى علمه فهو كاذب، فلم يعلمه أفضل الرسل من الملائكة وهو جبريل، وأفضل الرسل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان أن بالساعة أشراطا، أي علامات تدل على قربها أو وقوعها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الأمارتين أو العلامتين من علامات الساعة، مع أن علامات الساعة كثيرة، فلماذا خصص هاتين العلامتين بالذكر؟ قال بعض أهل العلم: لخفائها ووضوح سائر العلامات والأمارات. وقال بعضهم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن طائفة من الناس
يقعون في هاتين العلامتين، هذين الأمرين، من كثرة التسري والتطاول في البيان بوقته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير الناس من هاتين العلامتين. وفيه أيضا ذكر هذه الأمور وأنها إذا وقعت فقد اقتربت الساعة، تحذيرا للناس ليتأهبوا ويستعدوا ويقبلوا على العلم والعمل. وفيه أيضا احتمال العالم جفاء الجاهل لقوله يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لماذا تقول يا محمد. وفيه أيضا أن العبادات منها بدنية كالصلاة والصوم، ومنها مالية كالزكاة، ومالية بدنية كالحج، وقولية كالشهادتين ونحوها. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد لا يرى ربه في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. كذلك أيضا فيه تفويض العلم إلى الله تبارك وتعالى فيما لا يعلمه العبد، وهو مأخوذ من قوله الله ورسوله أعلم. وفيه كذلك أنه ينبغي للعالم أن يبسط السائل ويدنيه ليتمكن من السؤال غير هائب ولا منقبض. وفيه كذلك حرص السلف على إنكار البدع وعدم التهوين من شأنها، كما صنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه دليل على أن الملائكة أجسام حقيقية لا أرواح ولا عقول كما يقول بعض الضلال. وهذا الحديث خير شاهد على هذا، حيث ظهر جبريل أمام الناس على شكل بشر، يعني جسد ظاهر. ولقول الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فجعلهم أجساما وأجسادا وليست عقولا وارواحا كما يقول أصحاب الضلالات. وفيه إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم، لقوله أتدرون من السائل. وفيه وجوب العمرة على قول بعض أهل العلم، لأنه جاء في بعض الروايات لما ذكر الإسلام قال وأن تحج وتعتمر وتتم الوضوء وتغتسل من الجنابة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نشكر الشيخ الله يكرمه على ما قدم، نسأل الله أن ما قال في ميزان حسناته. وإذا كان هناك في سؤال أو في استفسار شيء يتفضل. الكريم بالنسبة للتحريم، والله بعضهم قال يفيد التحريم وبعضهم عكس تطاول. بعضهم قال يفيد التحريم، بعضهم قال ما فيه دليل على التحريم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء ستقع. هذا الأحوط، إلا إن كان من باب كان فيه إسراف ومفاخرة، في هذا من سوء الخلق، تدخل بعض الأخلاق السيئة فيه من الحقد والحسد والغيبة والنميمة والإضرار بالآخرين، هنا يدخل التحريم. بس أذكر الأخوة يوم إن شاء الله الأربعاء بعد غد الأخوة يستضيفون الدكتور يعقوب الغنيم بعد صلاة العشاء في محاضرة بعنوان قصة التعليم في الكويت قبل النوم. فأتمنى من الأخوة إن شاء الله يعني كثرة الحضور. جزاكم الله خير. الأمارتين اللي ذكرهم اللي ذكرت في الحديث، يعني ايش معنى يعني الأمارتين خصت في هذا الحديث بس؟ الأمارات واجد يعني. أنا ذكرت يمكن ما انتبهت. بعض أهل العلم قال لأنها فيها شيء من الخفاء ربما، فلذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أما باقي الأمارات واضحة. بعضهم قال لا، لأنها يعني ربما لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لوقوع بعض الناس الذين يشاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وأنها يعني مما يدخلها يعني التحريم أو هذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرهم منها. يعني في وقتها يعني كان تطاول. بعضهم يقول هذا،
ذاك الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين، الشيخ ابن عثيمين له شرح لا تعليقات كتيب، فيه فوائد غزيرة على صغر حجمه، وله شرح كبير مجلد ضخم شرح الأربعين. قال هل وقع هذا التطاول أم لا؟ ربما يكون في أوقات سابقة وقع التطاول في البنيان، هو وقع حقيقة، وقع بالنسبة يعني. اي وقع في بعض البلاد، وقع في البنيان، وقع حتى سابق يعني. اي وقع اي بالنسبة يعني. اي ممكن يكون وقع، لكن يعني من الصعب حقيقة أن ينزل الإنسان مثلا بعض الأمارات، هو حقيقة صعب، وإن كان بعضهم ينزلها. مثلا الآن يشوف كثرة المباني وكذا، يقول هذه علامة الساعة. توسعوا فيها. اي هو فعلا توسع. ناطحات السحابة يعني. المشاهد صور مكة وهذا بنيان وقال هذا من نعمة ساعة. بعضهم الله يسامحهم يعني يألف كتاب وراح صور حتى الأماكن يعني انتشار مثلا الأماكن الفجور والفسوق والفواحش، يروح يحط صور مثلا أماكن بيع الخمور أن انتشرت، يروح يصور الخمور بعض الأسواق، وراح يصور الخنازير. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كوجوه كالمجان المطرقة، راح صور مغولي وحط صورته. ايش دراك انها بعضهم يتوسع في هذا تنزيل هذه على الاحاديث، احيانا فيها شيء من الصعوبة. وسائل تعليمية يقول ها؟ وسائل تعليمية عشان تغلب الصورة. ما يعني تغلب الصورة يعني الناس ما تعرف اللي يروح الى اماكن الفجور ويصورها. يعني منو ما يعرف الخنزير والخمر يعني. ايش يعني بعض البرامج التلفزيونية، واحد يريد ان يحذر مثلا من انتشار الزنا في الكويت، يروح يدليهم، يقول في المكان الفلاني في السالمية في العمارة الفلانية، انت تدلهم يعني قاعد تدليهم. مو صحيح هذا الكلام. تتخلى باب إشاعة الفاحشة شيء، باب إشاعة الفاحشة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.